بالليل قبل ما تنام في شوية حاجات بسيطة جدًا هتفرق معاك بشكل كبير في الهضم والنوم عندك. أول حاجة ما تاكلش وجبة تقيلة وتدخل تنام على السرير على طول، ادّي نفسك 3 ساعات على الأقل بعد الأكل عشان معدتك تلحق تهضم براحتها، لإن لمّا بتنام بعد الأكل مباشرةً الهضم بيتلخبط والمعدة بتفضل شغالة وأنت نايم، فتصحى تلاقي نفسك تعبان أو نومك متقطع. قبل النوم بشوية بلاش تشرب مشروبات منبهة زي الشاي والقهوة والنسكافيه قبل النوم ب3 ساعات، وحاول تشرب حاجة دافية ومهدئة للأعصاب والمعدة زي النعناع أو اليانسون أو البابونج. المشروبات دي بتقلل انتفاخ المعدة وبتخلي الجسم يدخل في مود هادي، بيساعدك جدا إنك تنام بسرعة وراحة. كمان ما تنساش تقفل الموبايل قبل النوم بنص ساعة على الأقل، لأن نور الموبايل بيوقف إفراز الميلاتونين اللي هو الهرمون اللي بيخلي جسمك يحس إن جه الوقت للنوم، ودي بتفرق معاك جدا. جرب كمان تعمل تمرين التنفس العميق، وده تمرين بسيط جدا. خد نفس عميق لجوه وعد 4 وطلعه بره وعد 4. كررها كذا مرة، هتحس إن جسمك بدأ يهدى ومعدتك بترتاح. ولما بتيجي تنام نام على الجانب الأيمن. الوضع ده مش بس سنة، ده كمان بيساعد الهضم ويخلي العصارة المعدية تفضل في مكانها، فتصحى الصبح وانت حاسس بخفة وراحة كبيرة جدا. جرب الكلام ده النهاردة بالليل وهتلاحظ الفرق من أول مرة، مش بس في نومك، لأ كمان في راحتك وهضمك وتركيزك الصبح.